بص معايا كده، انا هستحمل المقدمه ديت نعديها كده على خير كده، عشان احنا داخلين على ايام سودة وايام مطينه بطين، والراجل ابو نضار عموما يعني العرض كان زي الزفت. تعال نشوف ايه اللي حصل في اللي دفع فيه 3 مليار. اللي تريبل اتش قال لك ان هيحصل التطور اللي هيحصل في الدبليو دبليو هيحصل فيه. تعال نشوف اللي هيظهر في الروك وجون سينا ومباراة سيس وبانك ورومان وسولو والدنيا دي كلها. تعالى كده نشوف الموضوع ده ونرسل جوش من حرف الخاء براحتك. انت توطي الصوت، توطي الصوت عشان لو حد جنبك كده الواحد مش مستحمل بصراحه. يعني افتتحنا عرض رونالد فيليكس بتريبل اتش الهانتر، العقل الجبار الفاجر المطرشم. دي بداية حقبة جديدة، بداية بس رقم جديد، حلبة جديدة، مكان جديد، تطور جديد. يعني دخل كده اللي هو اول ما دخل كده انا قلت انا مش مطمن وانا داخل. الواد دي باين عليه مش سالك وباين هيشلني النهارده. انا قلت كام لا محدش كان مصدقني، محدش كان مصدقني. الواد يوسف صاحبي ده اهو قال لو شفتك بتحمسني ان انا على اي عرض بتاعه انا هروح اتفرج على مصارعه ده اي دبليو. دخل حمسنا وبتاع، والعرض كله كان مليان وايه بقى حماس طرش، والبدايه طرش، والدنيا كلها جامده. ولقينا شوف الاستفتاحه بقى، شوف الاستفتاحه اللي الراجل البه ابن البه قايلين عليها. دخل الفاينل بوس زاروك، دخل زاروك وطلع كده وفضل ماشي كده. انا قلت بقى ده خلاص بقى، ده احنا بدايه جديده بقى. ده الواد داخل كده هيفرتك الدنيا، هيفشخ الكل، هينيك. خلاص دخل مسك المايك وقال لك ايه بقى؟ اهلا بيكم في لوس انجلوس، حقبه جديده في الدبليو دبليو اي مع نتفليكس. واخيرا الماندي نايت رو بيتذاع على جميع انحاء العالم بسبب نتفليكس. شكرا نتفليكس. في الحقيقه انا في هنا راجل هحب ان انا اشكره جدا. الراجل ده قدم حاجات كتيره مع الدبليو دبليو اي، بيقدم دلوقتي فتره كويسه جدا مع الدبليو دبليو اي، وبيتعب جدا معانا هنا في الاتحاد. انا بحب ان انا اشكر كودي رودز. كودي رودز بيقدم نجاحات كبيره وحاجه يعني عظيمه، عظيمه طبعا، يعني حاجه عظيمه طبعا من نظر الروك. طبعا هو مين ده؟ ده الروك. تضحكتوش علينا ايه؟ انتوا جايبين لنا مين؟ هو انا لسه افهم انتوا جايبين لنا مين؟ يعني انتوا جايبين لنا ماما رودز ولا مين ده؟ لا إيه، اسمع بقى اسمع. قال له ايه بقى بعدها؟ قال انا ارجوك يا كودي رودز انك توصل تحياتي لماما رودز. ماما رودز. لا هو كل اللي هو مبسوط عادي كده، قاعد كده امه يكتشحوا عادي كده. الركب بيهنيه طبعا. يعني ده انا هقلب لكم باكت. انا عاوز افتح بس الماتش، بس ايه ماسك نفسي بالعافيه، القناه تتمسح كده. انا هحط التيت على المواضيع ديت كلها، بس اسيب لكم اول حرفين كده عشان تحسوا بالمعنى. لا بعد ما قال لك بقى ايه، بعد ما قال لك سلمني على ماما رودز، قال لك ايه بقى؟ هناك كمان يعني شخص تاني من عائله الدم، من سلة الدم، بيأدي أداء كويس جدا، وأنا بعترف بيه إن هو الزعيم القبل الحقيقي. هو رومان رينز. رومان رينز هو الزعيم القبل الحقيقي وأنا بعترف بيه. لا بقى كده اتنين. لا يا جماعة، أنا كده خلاص. انا بتشل يا جماعه. كودي رودز، طب انا ممكن اعدي كودي رودز اقول يعني انت مش عاوز تعمل العداوه، مش قادر تعدي العداوه معايا يا عم ماشي. خليك مع رومان رينز اللي انت بدايتها كده من قبل ريسل مانيا وشغال تيم تخ في البتاع كده. تعترف من مين يابا؟ امال ايه اللي انت ظهرته في باد برد ده وواحد اتنين تلاته وهقتلكم وهبعبط. ايه يابا؟ ايه يابا في ايه يابا؟ ايه ده؟ إيه اللي انا شايفه ده؟ يعني هو معلش، يعني هو مين ده؟ والله ما ده مين يا جدعان؟ هو ده اللي فشخ كودي رودز في ريسل مانيا، واللي هان كرامته وماما رودز مع كله، وكان واقف قدام رومان في ريسل مانيا، وبعدها شافه بيتحالف مع كودي وكان هيفشخه في باد براد. طب انت ظهرت في باد براد ليه؟ ما احنا كنا مرتاحين، احنا كنا مرتاحين وكانت الدنيا فل الفل. لو كنا نعرف ما كناش قلت لك. عايز اشوف وشك تاني يا اخي في الدبليو دبليو بنت. ازاي يعني؟ انت عارف اللي حصل بعد ايه؟ ده راح حضن كودي رودز. انا بتشل يا جماعه، الحقوني في الفيديو ده. انا لو حد سمع الفيديو ده الحقنا بسرعه. لو حد عارف عنوان الحقنا عشان انا خلاص انا بيجي لي شل. ده انا شفت ازاي يعني؟ ما انا عاوز افهم. انا عاوز افهم. انت راس، انت مين اللي اديك ابوك ايه؟ انت اتحولت يا ابني. انت مين انت؟ انا عاوز مكمان. فين مكمان؟ الحقني.
الروك مش قادر، الروك اشترى انت مالكش دعوه، الروك هو اللي عمل الكلام ده كله يعني. خد ماشي روك لما انت مش هتظهر، ايه اللي مخليك تظهر لنا في بيت برد وتعملها 3 صوابع؟ الراجل ابو نضاره العرس ده انا ما كنتش معمل له، من الاول. فقره او الفقره في تقييم 0/10 يا ام جاسر. اللي بعد دخلنا بقى بعدها على مباراة مين؟ مباراة رومان رينز وسولو سكوا. المباراة دي هي وحيدة والله بصراحة، الوحيدة كانت جامدة جدا وكان فيها كل الفل، والدنيا كانت فيها زي الفل، والأداء كان جميل واللعب جميل، ورومان رينز حلو وسولو حلو، وانا وانت حلوين وبنتفرج واحنا اللي هو عاوزين ننسى الروك واللي قالوا ده ونفكر في الماتش ده. اللي حصل بقى بعد مباراة جميلة جدا قدمها رومان رينز وسولو سكوا، بعد ما رومان رينز زي ما احنا متوقعين فاز بعد تدخل البراد لاين مع سولو سكوا وتدخل البراد لاين الحقيقي وعشان يساعد رومان وكده. بعد ما فاز رومان رينز وجه يحتفل لنا مين بقى دخل لنا؟ زاروك دخل لنا عشان يموتنا. انا اول ما شفته ماشي كده ماشيه كده قلت الواد هيعملها، وعقل الواد ده عقل وجاي حاسه كده جيته كده فيها نظرة غدر كده. الواد مش مآمن لحد، الواد روك بوتوم ولا حاجة يا اخي، اي حاجة يا اخي يا اي حاجة. لو قال لقيته داخل بقى وايه بيبص له كده والواد بول هيمن بقى ايه خايف طبعا الروك قال له هات العقد، اعطيني العقد يا بول هيمن ايها الزعيم القبلي، انا ساقرمه. انا قلت يا عم اصبر يا عم، في غدر يا جدع، اصبر يا جدع، احنا كلنا على الجروب اللي هو في غدر يا جدع. والله ما فيش غير صاحبه مصطفى بس، هو قال لي بدل قال لي بدل الواد ده حضن كود رودز يبقى ما فيش، انسوا خالص انه يغدر بيه دلوقتي. انا قلت لا يا ابني لا يا ابني ازاي يا ابني، ده هو اللي بدأ السلالة، هو اللي خلينا اصلا لبسوا العقد وحضنه وباسه. مين يناولني فيك يا ابو نضاره يا راس انت راجل ابو نضاره انا ما كنتش مأمن له، والله ابو نضاره التاني برضه اقرع ظلمات فيس ويحضن كود رودز ويبوس رومان رينز وينهن ماما رودز ال3 مع بعض. ازاي طيب ازاي ده انا خش عليه في اللي جاي. انت فاكر ان انت خلاص؟ تعال خش في اللي جاي عشان احنا ليلتنا سودا مع بعض. الماتش اذا كان الماتش فانا هدي الماتش لوحده بس، الماتش لوحده بس هديله 7.5/10. وبعدها ظهر ان دي برضه عشان هيلعبوا مباراة ضد ريمستيريو وخصم مجهول ومش عارفه ايه، وعرصوا شويه لنتفليكس برضه والكلام ده. وفقره عدى ارمي الكلام ده، يا جدع احنا لسه كل الكلام ده عندنا قلنا ده اي هكس. حاجه الوحيده بقى اللي فرحت قلبي وخلاص خلتني كده اللي هو من جوه خلاص انا هادي وكل الدنيا تمام. دخل الاسطوره جون سينا، دخل الجريتست اوف اول تايم جون سينا، دخل ورحب بالجماهير ورحب بالدبليو دبليو واهلا شكرا نتفليكس عشان انتم خليتوا العالم كله يشاهد الدبليو دبليو من المنصه الرقميه. يعني طبل شويه طبعا لنتفليكس يعني ده حاجه اساسيه يعني، وقعد يرحب بالجمهور بقى وكده. وبعدها قال انا حبيت ان انا ابدا بدايه الاعتزاليه من هنا من لوس انجلوس عشان دي المدينه اللي بتحقق فيها الاحلام، عشان المدينه دي ان انا هكون نهايتي فيها في ريسلمانيا 41 في لوس انجلوس. ونتفليكس بترحب بيكم والدبليو دبليو بترحب بيكم، وشكرا ماندي نايت رو عشان انت خليت الناس كلها تشوفني النهارده في لوس انجلوس. انا عارف في ناس بتفكر في حاجات دلوقتي، منها ان انا مثلا ممكن ان انا احقق اللقب بتاعي للمره ال17 في تاريخي عشان نحقق تاريخ جديد، او يمكن مثلا ان انا اكسب الرويال رامبل. مساله ان انا احقق تاريخ كبير زي ده فدي مساله مستحيله. انا عارف ان في لوس انجلوس وفي دبليو دبليو مفيش حاجه مستحيله وان كل الاحلام بتتحقق، لكن خلينا نكون واقعيين على قدر الامكان ان حاجه زي ديت عاوزة لها معجزة. بس احنا ممكن نعمل حاجة تانية زي اننا نكسب الرويال رامبل. لحظة انا عندي فكرة، انا ممكن اكسب الرويال رامبل واروح ريسلمانيا. انا هروح الرويال رامبل بس مش عشان اشارك بس عشان كمان افوز بالرويال رامبل واروح لريسلمانيا.
الحلاوه دي يا راجل، ده انت خضتني لما قلت لي ان امر معجزه ومستحيل لا لا يا جون سينا، لا يا راجل، يا راجل لا. يعني انا اريدك ان تفوز بالقاب كثيره. بص، انت تفوز بلقب القارات والولايات والبطل العالم بص خش على كله. خلاص من الاتحاد ده انا خلاص عادش ليا حد غيرك في الدبليو دبليو اي. انت اللي ناصفني، ربنا يستر عليك يا ابني، ربنا يحميك يا ابني. الوحيد اللي نصر العالم كله امبارح. ده الناس كلها كانت بتتشل اهو. دي دخل بقى، كنا هنعيط لما لقينا بيقول ان هو امر مستحيل انه يكسب اللقب ال 17 ولا ويحقق القابه وبتاع. الواحد كان زعل لا، وقال لك ايه كمان؟ قال لك ان هو ممكن يفوز بالماني ان ذا بانك، ممكن يفوز بالاليمينيشن تشامبر. انت تفوز باللي انت عاوزه. لا انت في حد قدك؟ يا سلام يا عم، اعمل اللي انت عاوزه يعني. يا عم هو في زيك؟ ده انت القلب كده خلاص. 9/10 يا جون سين، محدش يناقشني ولا يوسف ولا اي حد. الكاش دعوه جون سينا يعمل اللي هو عايزه، انت مالك يا يوسف؟ الكاش دعوه عادي، هو مش عادي بالنسبه لي ماشي. اهدى انت بس، ريح نفسك. بعدها دخلنا على مباراه لقب العالم للسيدات، ليف مورجان ضد ريا ريبلي. المباراه دي كانت يعني هي كانت حلوه بصراحه، والكاميرا كانت بتيجي من زوايا بصراحه. يعني عموما انا بصراحه الاداء كان كويس، الاداء كان كويس في المباراه دي عموما، وكان جامد جدا. وفي الاخر فازت ريا ريبلي باللقب. اسفين يا فنان، الماتش ده كاداء اديله 8.5/10. هلا دخلنا على مباراة درو ماكنتاير والمين ايفنت جاي اوسو. المباراة كانت متوسطة الى حد ما، يعني اقل من متوسطة بدرجة حلوة يعني كده. كانوا بيأدوا فيها اداء كويس جدا. وفي الاخر كده درو ماكنتاير حب انه يعمل كليمور لجاي اوسو، لكن جاي اوسو ما كانش قادر يلعب خالص. على اساس جاي اوسو يعني ان احنا كنا بنأدي، يعني احنا ساكتين، انت عشان ابني هطبل لك، سيبنا عشان انا متضايق دلوقتي يا ابني. بعد ما جاي اوسو بقى حاول ان درو ماكنتاير يهجم عليه بالكليمور، جاي اوسو اتخطاها وقام عامل له عدة سريعة وكسب. اعمل حاجة منطقية، اضحك دي ابويا بقى، ارحمنيك ابويا. يا ابني انا هربيك لحد امتى يا ابني؟ يا ابني ما ينفعش يا ابني. يا ابني ده بيحارب البلاد لاين وبيفشخ كودروز وسيم بانك وسيس رولينز يا ابني ما ينفعش يا ابني. يا ابني ده بطل عالم يا ابني. يا ابني لا حول ولا قوة. يا ابني ده تعرف كسب عارف انت ان ده كسب الرويال رامبل؟ عمرك ما كسبت؟ انا عارف انا مش عارف معناه الرويال رامبل اصلا، انا عارف. يا ابني ده كسب مان ذا بانك. ايه مان ذا بانك؟ ايه بتاع كده. يا ابني ما ينفعش يا ابني، يا ابني شلتني. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابني وفين بخ؟ انا لو رحت بخه هتقولي ورا مصنع الكراسي يا جماعة. طبعا يا جماعة انا مش هقدر اقسى على ابني، يعني ايه 0/10 يا مجاسر. بعدها بقى ظهر في الكواليس بول هيمان ورومان رينز، وهو بيقول له ان هو هيجهز له احتفاليته في يوم 27 يناير عشان ان هو رجع كزعيم القبلي مرة تانية. وده بيخش الأوضة وبنلاقي على الباب لوجو WWE 2K 2025 كرسميا رومان رينز هو بطل الغلاف. الحمد لله. كانوا بيقولوا في كلام لصوله بس الحمد لله نفوا الكلام ده، عشان خلاص هيجي لي أزمة قلبية دلوقتي وانا بحاول اكمل الفيديو قبل ما اخد الدواء. بعدها بيظهر ادم بيرز وبيلي بيتكلموا على حاجه كده ما يعدي يعني الكلام ده. بعدها بيظهر تشاد جيبل وبيقول له انه بيتمنى انه عام 2025 يبقى عام خاص بيه. وبعدها بيقول لادم بيرز انه عايز يفتتح العام بمباراه قويه، ويوافق ادم بيرز ويقول له انه هيحضر له خصم مجهول الاسبوع الجاي. بعدها دخل العرض هالك هوجن عشان اي حاجه نحلل بيها فلوس نتفليكس نحشي بيها العرض كده. دخل يقعد يقول لك نتفليكس فشخه جامده ده، وقطع التيشيرت وكان بيموت وهو بيقطع. يا لهوي يا جدو مش لازم تقطع، لازم تقطع التيشيرت. لا يا راجل يا جدع انت بتموت والله. حتى جه على الاخر حتى كده ما قدرش يقطع، قام سايبه يقع بقى خلاص. ندخل على المين ايفنت، سي ام بانك وسيسرو. المباراة ابتدت بلعب عنيف من الاثنين شويه. قلنا بقى اللعبه بيسخن اهو، بقيت كده في سخونه شويه. صح مش زي مباراه درو ماكنتاير وسيم بانك، بس في سخونه شويه. نمشي شويه في المباراه. ما فيش اداء من سيم بانك. سيس رولينز شايلها على كتافه. سيم بانك مش قادر خلاص. من ساعه مباراه الهنا السله دو الظاهر انه يعمل جوله اعتزاليه جنب جون سين.
ده عمل له واحده ستومب. سي ام بانك عامل واحده ستومب لسيس رولينز، عرفتني من المجال كله، على اساس ان هو بيردها له يعني عشان سيس رولينز استعمل الجي تي اس بتاعته. يا عم ده عمل حاجه نظيفه، انت رايح تعمل لي إيه اللي انت عملت دي ستومب؟ يا اخي عرفتني من المجال كله يا اخي. ده حول ولا قوه الا بالله، ده ما فيش اداء، ده ما كانش بيأدي والماتش زفت. يا ابني 3 مليار يا ابني، 3 مليار عمال تطلع لنا بقى دي العليه دي. ايه يا ابني، ايه ده يا ابني، ايه اللي انت بتقدمه لنا ده يا ابني؟ انا هتعب في الفيديو كده، انا عمال اشتم هحط حاجات كتير وهتعب الفيديو كده يا ابني. يا ابني حرام عليك، جبت لك جلطه يا ابني. تقييم الماتش اظن تقييم 0/10 يا ام جاسر. هو العرض خلص الحمد لله، ان هو خلص، والعرض قعد 3 ساعات و3 دقايق قشطه، وكان بيتعرض على نتفليكس وواتش ريسلينج زي ما قلنا. تقييم العرض 0/10 يا عم بخه. انا حابب اتكلم عن ايه؟ حابب اتكلم ان انا اتفشخت في افكاري انا واصحابي كلنا. اظن مش انا واصحابي بس، اظن انا وجميع اعضاء الدبليو. لا والمشكله الجمهور كان بيسقف قوي، مبسوط قوي مع الروك يعني. اللي هو انا لو كنت مكانهم كنت نزلت ديك ابوك او قدامه كده. والله نزل انا ومصور قال له يلا انا مصطفى نشوف الواد شكله مش سالك. هم قال لي يلا، انا قوم نازلين قلعينه على طول. ما مش فاهم كانوا بيحيلوا على ايه ده. ايه اللي انا شفت ده؟ انا عايز اعرف فين ال 3 مليار دفعوا في ايه؟ في الحلبة الجديده يعني وترابيزه التعليق الجديده اللي بتنور انت صرفت ال 3 مليار كده؟ هو اديته الهالك اهو جاي مليار اكيد بقى على دخلته دي. ده الراجل قطع التيشيرت، كان عمل كل صحته فيها عشان يقطعه. انا لو عدقتك يا بخه مع انت ابو نضاره اقفل الفيديو وبس كده. الفيديو بتاعنا خلص، ويا ريت يكون الفيديو عجبك، واكيد العرض ما عجبكش. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش ما تعملش لايك عشان الواحد اصلا ما يشوفش العته ده ويعمل لايك. بصراحه انا مسامحك يا ابني، لكن اعمل لنا اشتراك عشان نشفغ لنا مع بعض كده. عايزين نوصل ان شاء الله بس كده.